السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا امبارح كانت افتتاحية الدوري المصري الممتاز، تعادل بيراميدز في أول مباراة مع دجلة، وفوز الزمالك على سيراميكا. يعني مش هقول يعني شكل حلو شوية لنادي الزمالك، بس طبعا فرقة سيراميكا ما عرفتش تكسب. أنا النهاردة بقى مش هتكلم بقى على الأداء ولا على الكلام ده، أنا هي رسالتي بس لجمهور الزمالك. هل أنت يا صاحبي قد حساب ربنا لما هتروح وتقول له اصلا انا شتمت زيزو؟ ايه الانجاز ان انت شتمت زيزو ومراته وخضت في عرضه؟ وطبعا اداره نادي الزمالك اداره، انا اسف في اللفظ، انتوا اداره يعني وقحه، اداره قليله الادب. ان انت تطلع النهارده تقول اصل احنا دعينا الفنانه هدى الاتربي الزملكاويه لمباراه المقاولين فالجماهير كانت بتهتف ليها. يعني عيب يا جماعه. انا مش مع ان انت تشتم في لعيب وفي عرض لعيب وفي مرات لعيب او في اللعيب ذات نفسه. واوعى تفتكر ان انا عشان اهلاوي انا ما كنتش بحب الحركات اللي بيعملها شيكابالا قصاد جمهور الاهلي، وان النادي الاهلي جماهيره ترد عليه. ما هو برضو خلي بالك، الغلط المدافع عنه غلط يا صاحبي. ده ربنا بيقول: وما يلفظ من قول الا ولديه رقيب عتيد. يعني انت يا صاحبي، في آية كمان: ولا يحملن أثقالا مع أثقالهم. يعني ربنا اللي قال في القرآن كده. يا صاحبي، هل انت قادر ان انت تقف قدام ربنا اصلا انا شتمت زيزو عشان نادي الزمالك زي الناس اللي ماتت قبل كده؟ ونيجي نتكلم في الاعلام نقول لك يا باشا الناس بتسخن، وبعد كده يجوا يبقوا ماسكين سبح زي خالد الغندور اللي اتكلم قال لك قعد يسخن الناس في فيديو انا اتكلمت فيه قبل الموسم. في الفيديو اللي فات قعد يسخن في الناس في الجماهير، هو عمرو الجرجيري، يعني بندقه سكسكه وعمرو الجرجيري. طب ما انا ممكن اطلع عليهم اسامي واقعد اتريق عليهم اهو. يعني عيب يا جدعان. واسلام صادق معاهم وجماهير النادي الزمالك. هو انت يا باشا، هل انت مدرك او مستوعب؟ انا يا باشا انا مش مع، خلي بالك، انا مش مع ان انا فكره ان انا اروح اشتم شيكابالا واقول المرحوم والله يرحمه وي. دي كوره في الاول وفي الاخر. هل انت مستعد ان انت تاخد ذنب على كوره؟ يعني انت وتفكيرك يا صاحبي. لو هتكلم امبارح على فنيا، الزمالك ابتدى يقف على رجليه. وناس اهلاويه تقول لي يا عم لا ما ت- ما تبهركش الدنيا وبتاع. لا بص، الزمالك عمل تنظيف بعد ما كانت في وسخة عليه. فانا اتمنى انا نفسي الزمالك عارف ليه يبقى جامد، عشان لما اجي ان شاء الله اخد منه الدوري كاهلاوي اقول لك بس انا كده خدت الدوري منك في منافسة. عشان ما تقعدش انت كزملكاوي تقعد تقول لي اصل انا كانت فرقتي واقعة زي السنة اللي فاتت وانت خدت الدوري عشان بيراميدز، وبيراميدز خد مكاني والشغل ابو 2 جنيه ده. لا يا صاحبي، انا عايز اقول لك بس كلمتين ابرك من 10. المنافسة هي صحية للنادي الاهلي والمنتخب مصر. تمام. كلمة أخيرة أختم بيها يا جدعان. الشباب اللي شتمت أو الكبوهات اللي شتمت واتحرضت، وكلنا عارفين إن في صفحات زملكاوية بتقبض وبتاخد فلوس والكلام ده. وبرضه العلم على الراوي، لأن في لعيب كان قال أنا كنت في نادي الزمالك، صفحة إيطاليان زملكاوي قالت إن إيه؟ قالت إنها عايزة إن هي تعمل له فيديو تقديمي والكلام ده. فاتمنى نبطل الكلام ده يا جدعان، علشان الرياضه في مصر مش هتتقدم لو احنا فضلنا على المردود ده. يعني ده اول افتتاحيه الدوري، احنا ليه بنعمل كده يا جدعان؟ انت جاي رايح عشان تشجع فرقتك، مش رايح عشان تقعد تشتم وتسب وتلعن. استمتع يا صاحبي بالكوره، في الاول في الاخر كوره. اللعيبه هي اللي بتاخد ملايين. انت لا قدر الله لو اتعمل لك محضر ولا دخلت السجن واهلك راحوا بسوا على ايد اللاعب، في الاول وفي الاخر كورة. في الأول وفي الآخر يا كابتن أنت وهو كورة، انترتينمنت ملهاش لازمة. يجي فيروس كورونا ولا أي فيروس يقعد الناس دي في بيوتها، الكلام هيبقى للناس اللي هي المتعلمة والدكاترة والأطباء. السلام عليكم.